على فكره انا كنت عاملاها قبل كده 2 متر. دي كده كنت عاملاها 2 متر عشان برضه يرفصوا ويعملوا ماشي 2 متر تمام. والعرض اللي انا عايزاه كنت عاملاه 2 متر في متر. فبرضه ليه سوسته في الجنب كده، في سوسته في الجنب بتتفتح ودي تتفرد كده ويخش جواها يقوموا قافلينها ايه؟ قافلينها خالص. ابتديتي بقى كتير. لا لسه نقابك بقى انا لو ما سمحت. اتكلمتش. كل واحد يغطي وشه. انا جايه اهو. ده بقى انا كنت بعمل طبقه واحده تحت، يعني طبقه عاديه بالدفايات، طبقه دفايات من تحت هو البيبي بينام عليها وخلاص. عامله خدي اللي فوق بقى لحاف. واحد ايه المره دي عامله 2 دلوقتي لحاف فوق والحاف تحت، يعني عامله لحافين وهقفلهم. والسوسته هتبقى كده كده بحيث اما يتفتح كده هيبقى ده كانها مرتبك او لحاف. هبقى هشرح لهم بس كده وبعد كده ابداي بقى الفيديو اول ما اول ما تقولي لي ده فيديو هبدا. تمام. انا كده خلصت سوا. خلاص فهمتوني كده؟ يعني انا لو فتحته كده هو خلاص بقى الحاف كبير او مفرش يتنام عليه. تمام. قفلته كده بالسوسته. يعني هو الفايبر يبقى تحت وفوق؟ في الاثنين. يعني انا عندي دي طبقه يعني كده تعتبر زي مرتبه وهنتنيها. بالظبط كده، او بطانيه وممكن تعمليها كده. يعني عندك بطانيه مثلا ممكن تقفليها من الجنب كده بسوسته ولا حاجه. تمام. انا عندي كده الفايبر اهو. يلا يا هبه يلا ابدأي بقى. لو هنبدأ. حد يصور الفايبر بيبقى قدها بالظبط. هتصوري يا هبه يا فيديو بقى. الفيديو ده ببدأ فيديو وده تكلفته يا دكتور بتبقى بتتراوح من كام لكام؟ على حسب المقاس ما اللي انت تخليش عايزاه. بقى جزء على بتاعي حسب يعني. المقاس اللي انت عايزاه. يعني خلينا يعني الحاف للبيبي مثلا. الرول مثلا بيعمل لحاف كبير بيعمل حوالي 250 300 تمام. بنفس الرول ده. عايزه الرول كله على بعضه يبقى طبقتين. يعني انا لسه عامله اللحاف برده من نفس الشكل ده، طبقتين بيكلف حوالي 700 جنيه بس حاجه. يعني فاهماني؟ مقارنه باسعار الجاهز هيبقى طبعا ارخص بتبقى حاجه كتير. ثانيه. لكن اما اي حد بيعمل لحاف بيعمله بطبقه واحده بس زي دي. في ثلاث مقاسات. في طبقه 3 سم وفي 5 سم وفي 10 سم. المتوسط اللي احنا شغالين بيه اللي هو ال 5 سم. تمام كده. فانا باجي وبعمل كده. لو انا بعمل لحاف عادي خالص بعمل كده، اخيط كله واجي اخيط اخر حاجه دي بختم الجنبين كده هنا حوالي 10 سم و10 سم بس، واسيبها مفتوحه كده زي الجراب. تمام. وبعد كده بقوم حاطه ده كده وابدا اثبت على ايدي كده يدوي الفايبر في الجزء ده كله. طب بثبته ليه؟ عشان ما اجي اقلبه ما يلمش مني جوه. وبدل ما اثبت من الاركان بس لا انا هثبت كله يدوي. انا هثبته كله يدوي. هتثبته في هثبت الطبقتين ولا في الطبقتين طبقتين؟ كده. اهم حاجه ما اعديش الخياطه دي، يعني ابقى قبل الخياطه عشان لما اجي اقلب ما تبقاش خياطتي باينه، تبقى خياطه المكنه زي ما هي. تمام. هاتوا كده. يعني اقول لحضرتك زي كيس المخده. ايوه زي كيس المخده. كيس المخده قبل مش بيبقى مقفول من الجناب مثلا. تمام كده. بصي يا مس اماني مقفول اهو زي كيس المخده. واخده بالك من هنا ومن هنا في تعملي بقى التقفيل. ايه؟ لو هتعملي اسطوانه لحد ما نثبت ونثبت الدول بس بيبقى 2 متر وفي 2 متر ونص. الاطفال 2 متر في 2 متر. تمام. ببدا اعمل كده كده افتح كده عشان يطلع بنفس الفرده بتاعته. ايوه. والحمد لله احنا مثبتين عشان برضه ما ايوه ده ما اللي احنا ثبتناه بسبب كده. تسلم ايدك. سلام سلام عليكم. مثبته الرول الرول بعد ما خيطت ده لازم نعمل خياطه لاولادنا يبقى بنفس الطريقه تمام. وبقفل دي كده على المكنه او على ايدي. في حاجه اسمها غرزه سحريه اوريها لكم دلوقتي اللي هي بتبقى بتخيط من بره لكن الغرزه جوه. دي اسمها بتاعت غرزه جواكت. بصي في جواكت هنا كده بتتقطع في الشتاء. هوريكم الغرزه دي عشان دي مهمه. ايوه عايزين غرزه سحريه دي بجد عشان عندنا حاجات كتير. الجواكت لازم نوديها بنعمل للخياط. مصايب بنعمل بلاوي وتفتحي الفايبر اللي جوه، تفتحي البطانه وتفتحي البتاع تخيطي وبعد كده تقفلي كله على الوش يبقى شكله مش حلو. هنا جايه بدوران مش جايه بوزه. لا هتدخلي ايدك وتطلعي البوزه عادي. عادي بالابره متهيألي صح؟ مش بنشدها الابره بالبوز المقص اي حاجه انها ما تقطعش القماش بس. انا عندي خبره في جدتي زي ما عملنا دي عملنا دي يا استاذ. نفس الطريقه بالظبط. دي المخده؟ لا ده برضه لحاف لان دوت انا عاملاه زي الحاف والحاف تحت بس هو سرير اطفال. ايوه بس هقفله زي الجراب. هنا سوسته وهنا سوسته. ويبقى البيبي جوه. يتفتح البيبي جوه. رفص بقى ما رفصش. يعني انا كنت عاملاها بنتي وهي في عيادته كنت عاملاه الطول بتاعه 2 متر والسوسته من الجنب.
والله طب ايه رايك ما اعمله الماجده؟ ماجده انت عارفه عندي دفايه عاملاها نفس الموضوع ده بالظبط. ومخرجاها رجل من هنا ورجل من هنا. صدقيني ده آه بيبقى حلو والله. البيبيهات بس بيطلعوا ماجده منه بقى كده. طول الشتاء احنا عندنا ما شاء الله غطا. معركة طول الليل وانت بتقوم تغطي طول انا الشتاء. بقيت بلدع من كتر الضرب، بقيت الدع من زوجي. بصوا بقى يا جماعة. ما بيقدر، ما انا ادخل رجلي بصوا بقى. وبعمل دي كده هو لما يبرد دي كده هيدخلها بيقول لي عايز يقول لي رجلي بيخيط وجعاني بس والجزء ده كده بيتركب بس السوسته. انت مش عامل لابسين شراب. سوسته قطعه واحده. يعني الشراب يدفيه. لابسين شراب. بس عايز لا، ناكل الشراب شراب ده ولا بيتقرص. انا بلبسه الكبير بنطلون عامل يومي ازاي؟ بالليل يخلع اوريك البنطلون الوقت اللي حفله هو 10 وينام سم فيه بنعمل. واقوم الاقي تيجي رجلي تدخلي البيب ولا حاجه بتقومي فاتحه لحد هنا يا اما بتقومي فاتحه خالص لا مش منه بضربه، لحاف كبير بعمل له كده منه خلاص يا خلاص ماما بقى بس. بقى محدش يقع الكلام ده يبقى الحاف وفي نفس الوقت سليم. مش حلو بتوزعيه كده اوريك ولا هاتي هاتي الا يا بنتي. وببقى عايزه بقوم مدخله كده الابره كده من جوه وببدا اجي المكان اللي انا خرجت منه قصاده الناحيه الثانيه بقوم عامله كده تمام. والناحيه الثانيه برضو نفس الطريقه اقوم عامله كده من فوق. من فوق الناحيه الثانيه نفس الطريقه اعمل كده وهكذا كده اه تاخديها لجوه تاخديها كده. لفوق. اعمل كده اهو اقوم شاده كده هيدينا الغرزه ايه دخلت لجوه. مش بتاخدي على قصتها بتسيبي سنه شويه. هي بسيب سنه عشان دي تتلم جوه يعني ده يخش جوه. فاهمه قصدي؟ خرجت من هنا يبقى الناحيه الثانيه كده بسيب حوالي سنتي عشان يدخل جوه اللي هي مطرح الخياطه اللي فكت اساسا. الناحيه الثانيه نفس الطريقه اهو. هي اشد كده عشان حضرتك عامله كل الله. كل الخيط على ايدك جميل. مش على مكنه. لا انا مقفله الملايه على المكنه قبل ما كده على المكنه. اه تمام. بس ثبت بقى الرول على ايدي وبعد كده بقوم عشان ديت ما تبانش كده بقوم قافله الجزء ده كده بالشكل ده وبعد كده بالمكنه بقوم جايبه كده يعني بس هي حوالي 10 الفتحه سم الفتحه دي مخصوص وأقوم عشان مخيطة خاطر كده ندخل كده البتاع. ان شاء الله عايزه اعمل بقى مربعات عايزه اعمل كده عشان ما يلمش بالظبط الفايبر كده. جوه في آه. الغسيل. وبعد كده بجيب الاثنين كده بعد ما هقفل هنا هقفل على المكنه هي ناحيه واحده بس الجزء ده كده. وبعد كده بسوسته هاتي السوسته فين؟ السوسته اللي هي بتتباع بالمتر ده ممكن تجيب 10 متر على بعضيهم. ايوه ايوه ممكن نجيب سوسته منين؟ كانك بتعملي بنطلون سوست البنطلون. لا ده دي لا بالمتر السوسته دي لا يعني دخلها زي البنطلون. ماشي وهم عامله كده تمام كده والسوسته لحد هنا ثبتها بصي يا استاذه شيرين يعني كده قصدي بصي على الطرف ده والطرف ده صح والثانيه بالطرف الثاني صح كده افتح كده يبقى خلاص لحاف او كده الناحيه الثانيه يبقى جوه